النص حقت السوق. الدور الثالث. سك فين؟ ارجع قفل لحظة. لازم تسكر. ايوه انت على بالك. هي هذه زي ابو زمان. طبعا ابو زمان ما عندنا حل. معظمها كلها في السعودية. أنا عاشرتها. لا كشف الايه الدنيا كلها. باصص اهو. نعم. لمسجد قايتباي. والدة الأمير أمينة هاني الإلهامي كانت بتدير مدرسة لصناعة الحرف. نفس الجدران. الجدران دي من تركيا. بص الأرضيات جوه كمان عاملة إزاي؟ مفيش حد يعرف يعمل الشغل اللي جوه ده كمان أكتر من إيه؟ شو اللي خلى عمر بن العاص يحب مصر؟ شوف هذه كيف. الحجرة دي كانوا بينتظروا هنا، والمشربية دي كانت بتتفتح تطل على حديقة القصر كله. بتاعتها كلها خارج المكان. ما شاء الله. الحجرة دي القاعة دي اسمها القاعة الشامية عشان معمولة على الطراز الشامي. ما شاء الله تبارك الله. شوف الخشب كيف منقوش.
فنجان تحت كانوا مغرومين. على ما قريتهم أمير نفسه نشوف دحين كمل. يدخلون هناك وبعدين يخرجون مع الناس. ايه شفت الباب ده؟ ايه الأوضة بتاع كبار المصليين يلقوا عليها. صح. ده بيدخل على بعدين شراء بما مساحة كبيرة. ده مسجد الامير محمد علي، معمول على الطراز الاندلسي والطراز العثماني. بص للاسف كده هنلاقي معموله هنا على شكل خيال. طبعا ده اتجاه القبله هنا. ده المحراب لسه فيه يقول المؤذن الأذان. ايه ايوه بقول لك واحد جرب. اللي ورا حضرتك دي بقى قوس الشمس ده في السقف ده هنا. قوس الشمس ده بعرض العثمانيه طبعا هنا مطعم كله بالذهب. مطعم بالذهب. باين موجود هنا فوق كده هنلاقي اسمها. صورها عند البحراوي هنا الصوره دي حلوه قوي. تمام. ايه جمعوها من اصول القصر هنا اللي كانت موجوده جوه عند الملك فاروق. والاسد ده بالذات ايه كان اهم اسد بالنسبه له، كان عامله زي الموناليزا. بص على العينين. الموضوع مش صيد بس، لا ده فيه تواريخ الصيد واماكن الاصطياد. اصغر انواع الثعالب في العالم. كمان كان في حاجات بتيجي هدايا، ودي رجل فيه. عايز تاخد الرجل ولا ايه؟ بجد على اليمين عندك. في مقولة في النوبة. في تماسيح ولا لا؟ طبعا بس بعد السد العالمي. ماعز مصري وماعز يمني. طلع ده أكبر حجم ممكن يكبره. وطلع خنثى. شاذ ذكر وانثى في نفس الوقت، فمش مش هيقدر ينتج بقى اشكالهم تطلع بالدقه دي. ختم الملكي. ولا جوي ولا بحري ولا اي حاجه، كله انصات. كله انصات. وديها انت عارفين مفيش سن له سهول. صحيح. دليل ايام زمان. رحت قصر عابدين. تعالى كده وقول لي شفت اكبر منها ولا لا؟ تمام؟ طيب استنى عشان دي لازم انا الباراشوت دي. بص كده على الفراشات دي. لا اله الا الله يا اخي. فراشات في قدرة السورية. الخالق وعظمته. ولا لا؟ لا دول. قدرة الخالق لا اله الا الله. لا النمسا مثلا. نمس. النمسا. واحب الاحصنه للامير محمد علي. الحصان الابيض ده. بعد ما مات. اكيد بعد ما مات حنط. اغرب انواع الفراشات اللي ممكن تشوفها. احنا قلنا اكتر من 1000 فراشة. عشان الطول ها؟ ايش الطول هذا؟ دحين ما تحصلها، ما في بالطول هذا ترى. بس مش بناكل. لا اله الا الله. هذه لا لا النار. النار دي عايش معانا. ايوه. طيب البحر متخيل؟ ياخد مبسوط. والله شيء مبهر.
ثانية. هذه لا إله إلا الله. الحصان صورته وهو بيلط الحصان. صارت يعني في قضيه هذاك الزمن يعني. الزمن ده اللي محمد علي باشا 1810 عزم المماليك عنده ودبحهم. المماليك اللي هم كانوا ماسكين الدوله قبل منه. فده ده رسموا شجاعته ان هو نط بالحصان. حط رجله. انتوا منين؟ اكيد. انتوا منين؟ احنا من مصر. احسن ناس. اتمنى. انت من وين؟ انا من مصر برضه. صديق لكم. مفيش فرق بيننا. اكيد. تطلع هنا تدفي. هذا المشب اللي احنا نقول عندنا. كمان. ايوه. ودي ساعه هنا على شكل دولاب. ودي حفرة الطعام بتاعته. لو بصينا هنا على الشمال كده نلاقي حاجات الذهب اللي كان بياكل فيها. اطباق. ذهب. بص على الشمال من ذهب وخشب. حتى الاسقف. حتى كذا. هذه الشكمه. دي الشكمه، غرفه الشكمه. ايش اللي يسووا فيها؟ الحريم كانت تقعد فيها. ممكن هي اللي تجلس هناك. دول الشعراء دول سلاطين الدولة العثمانية. سلاطين. هم بقى أولاد أرطغرل. عثمان بن أرطغرل صورته هي أول صورة. كل واحد. الشجرة ولا صور في الأماكن اللي جوه دي؟ لا هي من بره كده بس، صور من بره بس. ده خدوش من فتح قناة السويس. تمثال. خدوش من سلاطين الدولة. نفس الكنب. كل حاجة. هذا كأنه متحرك صح؟ كل حاجة زي ما هي بالظبط. ما حركت ولا. لا أي شيء. هو كان عندنا الطراز المملوكي والطراز العثماني. يعني نلاقي تحت ده مملوكي أو ده مملوكي والحيطان دي عثماني. دي بركة. أنا سنة ما شاء الله. أول ما كنت تدخلوا في القصر ولا دخلتوا الأماكن الموجودة؟ لا كلها. أنا طبعا ده أجمل شيء تشوفه المكان اللي فيه صور الناس اللي حكمت مصر من أول محمد علي باشا الكبير حتى أخو الكبير محمد علي اللي هو لا ليه بالشكل هذا؟ الشكل المستطيل. الشكل المستطيل ده المكان كله معمول على طراز الأكشاك الموجودة على نهر بسفورد في تركيا. فكان بتبقى الأكشاك دي كلها على نهر بسفورد واخدة الاستقلال. ايش كان يصير؟ يصير هنا شعار الدولة في الوقت ده اللي هي الدولة التركية الحديثة. هنا طبعا ده الخديوي اسماعيل طبعا افتتح قناة السويس وعمل القاهرة التاريخية اللي هي وسط البلد، عمل الأوبرا، مينا هاوس، حاجات كتير جدا. وده الابن الأصغر لمحمد علي باشا الكبير، وده تولى الحكم بعد ابن أخوه لأن كان الحكم الأكبر واحد سنا موجود في العيلة، فكان ابن أخوه اللي هو عباس حلمي الأول ده أكبر في السن من عمه، لذلك تولى الحكم قبل عمه سعيد. تمام؟ هنا طبعا بقى في ابراهيم باشا، ابراهيم باشا ده راجل حربي في المقام الاول، وده كان قائد الجيوش بتاع محمد علي. انا كنت بقول لك شخص مسالم مع اللحيه. يا سالم مين ده اول واحد قام بمذبحه اسمها مذبحه القلعه، خطط لها محمد علي باشا الكبير ونفذها بابنه اللي لها صوره هناك اللي بيجي واحد منهم، اللي بيجي واحد بس اللي هرب. ايوه هذا المخطط. شوف يا سعد هذا اللي خطط العمليه اللي ذيك حقت القتله، قتل كل المماليك الموجودين في القاهره في الوقت مصر بشكل عام.
قدام منها طبعا اللي هو الكريستال البوهيمي، وتحت منها طبعا اللي هو كرسي العرش اللي كان يقعد عليه الامير محمد علي. هناك كده الباب الخاص بالامير اللي موجودين هنا، وتشوفوا تحركات الناس بشكل عام موجوده في المكان. هو ده اللي انت شفته الناحيه الثانيه. تخرج من هنا على طول على الدور العلوي. هو يخرج من هنا فوق. الامير محمد علي كاتب ايه بقى؟ خليلك انت يا من قلت خلي وان قصر التجمل والكلام، يعني انت مصاحبني عشان انا واصل على العرش او فوق بيني وبينك مصلحه، انما اللي هناك مرسوم. ما اقول لك اي ما هو كانوا كلها. خلصت النهارده كده؟ لا صم بقى مقفولين. اللي هنا مقاطع على الطراز الفرنسي. برضه كله نسيت الصوت. على اليمين هتلاقي البيانو بتاع الهامي باشا، على يمين حضرتك يا فندم. هنلاقي ترابيزه الشطرنج اللي في الوش اهي. السقف هنا معمول على شكل قرص الشمس، كل الفازات اللي موجوده كلها من البورسلين. دي كانت جايه من الصين. الجدران كلها مبلده بالشيء. لو بصيت على اليمين هنا دول القاعتين. لو بصينا على السقف هنا عباره عن زخارف خشبيه مطليه بميه الذهب. كل الفازات دي كلها من البورسلين. السجاد هنا على الطراز الاوراني، ده كله شغل يدوي. الكنب ده كله بقى منجد بالحجر. دي صوره الاخلاص اللي هي قل هو الله احد لا يؤمن. دفايه على شكل ما كان استخدامها في الزمن ده. ملهاش اي استخدامات كمنظر بس. عشان تدي ده مكتوب فيها فتاح مرتين مقابل لبعض على شكل المرايه، خط المرايه. ايوه صحيح. لو بصينا هنا هنلاقي قاعه شتويه. ليه قاعه شتويه؟ عشان الجدران كلها مجلده بالخشب. الخشب ده بيدي دفء للمكان. في الوش هتلاقي دولاب من الخشب مطلي بميه الذهب. كان جنب الدولاب ده كان فيه سرير بيزن 850 كيلو فضه. بس هو حاليا اتنقل للمتحف الخاص اللي احنا قلنا عليه بيترمى. اللي على الشمال دي دفايه على الطراز الاندلسي. هذه غرفة النوم يعني؟ يعتبر اوضه النوم بتاع والده الامير. باقي شو ايه ترميمات. طبعا قبل التسليم في ذات الآن ولا يستمر لأن الخطيب